أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعيش اليوم عرسا بحق، عرسا في افتتاح بيت من بيوت الله. لو سمحتوا يا اخوانا الصوت، لو سمحتوا الصوت يا اخوانا بعد اذنكم. اللي مش عايز يسمع يتفضل، واللي عايز يسمع يقعد. نعيش اليوم عرسا بحق في افتتاح بيت من بيوت الله، ولم يكن هذا الصرح إلا على إنفاق وبذل مال وجهد وعرق ومشورة ورأي ودعوة من مخلصين، إلى أن قام هذا الصرح على ما رأيناه. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الدين جعل العبادة فيه شقين: شق ظاهر لكل الناس، وهي عبادة الشعائر: صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة. وشق مخفي عن الخلق، وهي عبادة المعاملات، ومن ضمنها الإنفاق في سبيل الله. هذا بينك وبين الله، والإخلاص فيه مطلوب. ولتعلم أخي المسلم أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالإخلاص في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله دافع عنهم ونافح عنهم، وجعل من تحدث في أعراضهم سبا جعله الله بحكم القرآن ونصه كافرا وفاسقا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أعلى الناس شأنا في هذا المقام، وما وصل إلى ما وصل إليه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو وزن إيمان أهل الأرض وإيمان أبي بكر لرجح بأهل الأرض إيمان أبي بكر. والله سبحانه وتعالى زكاه في كتابه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ده مين؟ ده أبو بكر. بإجماع الأمة أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن كثير والقرطبي بسنده عن البغوي أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبي بكر قد ارتدى عباءة قد خلت بخلال على صدره. عارفين الخلة اللي بتنظف بها أسنانك؟ الخلة كانت على أيام الصحابة هي السلاية بتاعت النخلة. أبو بكر لما أنفق ماله كله في سبيل الله ما معهوش دراهم، مش يشتري جلبية، لا، مش يشتري خيط وإبرة ويخيط الحتة المقطوعة، فأتى بخلة سلية نخلة، وبعدين عمل بها القطع كده من تحت ضراه. فأنزل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أبلغ أبا بكر السلام من ربه وسله ما هذه الخلة، ليه عامل الجلبية كده؟ فالنبي رد عن أبي بكر قال: لقد أنفق ماله علي قبل الفتح
كل ماله أنفقه علي قبل الفتح. قال أقرئه من ربه السلام وقل له يا أبا بكر إن الله راض عنك فهل أنت عنه راضي؟ إن الله راض عنك فهل أنت عنه راض؟ قال أأسخط من ربي على فقري؟ إني راض عن ربي، إني راض عن ربي، إني راض عن ربي. لا أمان لمكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق. الزيادة دي عند القرطبي، الأولانية عند ابن كثير، دي عند القرطبي. قال والذي بعثك بالحق لقد تخللت حملة العرش في أعبية، جمع عباية، في أعبية تحت عرش الرحمن طمعا في أن الله يرضى عنهم كما رضي عن أبي بكر. استحق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه في آخر كلمات قالها النبي لهذه الأمة حينما قال احملوني إلى الناس أعهد إليهم، فجلس النبي على منبره ونظر إلى الناس يتفحص وجوههم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين ما عند الله وزهرة الدنيا فاختار ما عند الله على زهرة الدنيا وما فيها. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الناس عجبا لهذا الشيخ يبكي في فرحنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله، ما جابش سيرة نفسه ولا حاجة، فيقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبي سعيد الخدري فكان المخير رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا، هو اللي كان فاهم عن النبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قاموا على أبي بكر غضب على صاحبه وغار عليه، ثم قال أيها الناس أيها الناس إن أأمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. كل باب على المسجد يغلق إلا أباب أبي بكر. أيها الناس من كانت له عندنا يد كافأناه بها إلا أبا بكر لم نستطع أن نكافئه فتركنا مكافأته على الله، ما قدرناش. الإخلاص يا إخواني في الإنفاق في سبيل الله أهم من الإنفاق نفسه. كل عام أنتم بخير. أدعو من كل قلبي لمن قام على بناء هذا الصرح أن يتقبل الله منه إنفاقه وأن يشفيه من أمراضه. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.